لو انت بقى عايزه السر بتاع تتبيله فراخ الحاتي، انا نزلت قبل كده فيديوهات كتير، بس فعلا الفيديو ده مميز جدا، لازم تجربي التتبيله دي. انا بصلايه وطماطمايه كده ببشرهم، وبعدين بنزل عليهم كده بمعلقه كبيره من الملح الممسوحه، وبعدين بحط كمان معلقه صغيره من الفلفل الاسمر ومعلقه صغيره من السبع بهارات ورشه قرفه ورشه كده كزبره وزعتر لو انتوا حابين. وبعدين بنزل كده بشويه من الزيت، ابتدي ان انا اقلب كده كل التتبيله مع بعضها. وبعدين اجيب بقى الفرخه بتاعتي كده بعد ما اكون حاطاها في محلول النقع، يعني ده مهم جدا بالنسبه يعني لو انتوا عايزين تطلعوا اللحمه تبقى طريه كده وجوسي معاكم. ابتدي ان انا اجيب الفرخه بتاعتي كده، انا كنت عاملاها على بعضها كده شويها في الفرن، وبعدين ابتدي بقى كده ان انا امسجها كده مساج خفيف، وادخل بقى كده التتبيله بتاعتي دي من يعني كل جوانب الفرخه، من فوق ومن تحت وما بين الجلد كده ما بين بعضه، بسلكه كده ما بينه وما بين بعضه. وبعدين ابتدي بقى كده ان انا اسيبها في التتبيله دي حوالي 4 5 ساعات، او ممكن من بالليل برضو في التتبيله دي بتبقى حلوه قوي. خلاص سويتها بقى بالطريقه اللي انتوا عايزينها زي ما انتوا حابين، بس دي كانت في الفرن. ابتدي ان انا احط عليها الخلطه بقى بتاعه الدهن كده تحت الشوايه، وانا كنت منزلاها في فيديو تاني، دخلتها بقى تحت الشوايه كده، طلعت باللون القمر الفظيع ده، حرفيا والله العظيم احلى من الفراخ اللي بناكلها بره، كفايه كده لونها ولا ريحتها. انتوا لازم تجربوها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير.